الاستفزاز الاول جا من مليليه، هما اللي بداو والمغرب ما عطلهمش. جات الفرصه رد عليهم ورد على سبنيول بطريقه قويه. وهذا كيخص الميدان اللي هو ميدان مهم، الميدان الاعلامي. غادي نهضروا كيفاش، ونهضروا على الموضوع الثاني اللي لا يقل اهميه، هو كيفاش دخلات ايطاليا على القضيه ديال سبته ومليليه المغرب واسبانيا. شنو دخل حمارته الاسبوع الفرس اييه الوزير ديال الطليان. غادي نشوفوا شنو طرا ليه، واش غادي يكون شي رد مغربي. مرحبا بكم جميعا. موضوعين مهمين، موضوعين ديال الساعه، ودائما نقولوا عاش المغرب ولا عاش من خانه. ما تنساوناش خوتي دائما لايك، تعليق، بارطاج، وشاركونا القناه الى اول مره تشوفونا. قبل ما نبدي نخليكم مع هذه الفيديوهات ومن بعدها نرجعوا لمواضيعنا. الاصطناعي. دعوني ايضا ان اقول ان من الشباب الجزائري هناك لدينا شاب جزائري من الاوائل المخترعين لشات جي بي تي، هو الاستاذ فؤاد بوسطوان. هو احد الشباب النابغين، ويمكنكم الاطلاع على سيرته في هذا المجال، في مجال ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. إلى جانب ذلك هناك دعم، يجب أن يكون هناك دعم كبير لأصحاب الأفكار في الذكاء الاصطناعي. دعوني أيضا أن أقول في هذا الفيديو هذا كيف كتشوفوا حملة كبيرة على تخزين الموز، وأصبح جريمة كبرى يعاقب عليها القانون ديال الكابرانات. وهنا من بعد ما شفنا كيف بينت لكم البارح رئيس دولة ديالهم كيهضر على البطاطا، وفي الفيديو اللي سبق على الكيتشاب، هو كتشوف انهم مسخرين السلطات قداش وجايين يكافحوا قال لك تخزين الموز. وهنا مقاتلين مع الموز، مقاتلين مع السميد، مقاتلين مع الدنيا، وكيخسروا فلوسهم ويخسروا اموال باهظه والبترول والغاز باش يحاربوا المغرب. لذلك كندير لكم هذه الفيديوهات، لان الجعره اللي جعرها إسبانيا على المغرب وكذلك إيطاليا على المغرب، وهاد هما الموضوعين اللي بغيت نهضر فيهم، راه بسبب جارة السوء. إذن كيف شفنا وكيف قلت لكم في المقدمة ديال الفيديو أن في البداية بدات من مليلية وسبتة على إحداث الموجة ديال العبور الأولى اللي انطلق فيها الإعلام الإسباني بتشويه صورة المغرب دولياً بشكل كبير، والتحقت ليه جميع الدول اللي مصطفى معاه، من بينها دول أوروبية، وزيد عليها جيران السوء ديال الكابرانات اللي سخروا الإعلام ديالهم وفلوسهم وبترولهم والغاز ديالهم باش أن إسبانيا تزيد تشوه المغرب دوليا. إذن الإخوان، فاش كانت هذيك الأزمة والعبور الأول، منعوا الصحافة المغربية، ومن بينها قناة دوزام، وصحفي مغربي تم الاعتداء عليه من الحضور ومن تصوير ومن قيام عمل صحفي مهني على الأراضي المغربية المحتلة سبتة ومليلية. والمغرب كي نقولوا حنا بالدارجة جمعها ودارها على الجنب. وفاش جات الفرصه على اثر الاحداث ديال الفنيدق ومحاوله العبور الثانيه اليوم اللي المغرب سخر لها كل ما فسعوا من اعدادات امنيه وكذلك من اعدادات اعلاميه باش يوري العالم ان المغرب راه حاجب عليهم وسد على هذيك اوروبا باب جهنم اللي هو الهجره الغير القانونيه. جات الصحافه الاسبانيه باش حتى هي قال لك سيدي بغات تصور وبغات دير تتابع هذه الاحداث، لكن المغرب قال لها جمعي ميكرواتك، جمعي الصحافه ديالك، ما عندنا ما نديرو بك، ممنوع. وتم حتى إخبار الفنادق اللي مقيمين في هذه الصحافة الإسبانية أنهم يخرجوا من المغرب. وهنا الرد قوي، الرد المثل بالمثل، حتى لدرجة أن بعض المغاربة دائما كيصغروا بلادهم، قال لك ما يمكنش، حنا راه إسبانيا قوية علينا. نساو بأن المغرب عنده من القوة، وأنه بلد عنده سيادة على الأرض ديالو، من حقه أنه يدافع على حقه في هذه القضية
القضيه هذه. وبالتالي الصوره خاصها والحقيقه ديال هذا العبور الثاني والمحاوله وكذلك الوقفه ديال المغرب ضد هذه الموجه الثانيه خاصها تصور بكاميرا مغربيه وبحقيقه من صحافه مغربيه، وهو الشيء اللي راه دايرو المغرب حاليا. ولكن الصحافه الاسبانيه ما عجبهاش الحال، ولكن يمشيو داكشي يعاودوه الرسهم، لان المغرب جاء قرار وتم تنفيذه. وكيف كتشوفوا هنا حتى الصحافه الاسبانيه راه هضرت على هذا الموضوع. بالنسبه للناس اللي كذبوا، فعلا كاين هذه القضيه هذه، راه المغرب فعلا وقف الصحافه الاسبانيه، يعني ما كانش فيها كما نقولوا بالدارجه ديال المنطقه ديال بركان تخرشيش فيها الصح. هذا موضوعنا الاول. دابا نمشيو للموضوع الثاني اللي ماشي بعيد على موضوعنا الاول، اللي هو الوزير ديال مسؤول ديال ايطاليا خرج في اطار الصراع اللي راه موجود حاليا ما بين اسبانيا وايطاليا على نقاط العبور اللي كيتم فيها التفتيش بشكل كبير، خصوصا ان ايطاليا يعني قررت انها تزير مع كل واحد جاي من اسبانيا، انها تفتش، انها تشوف الاوراق، انها هذا قرارها، على الرغم من كاين قضيه شنغن بيناتهم. وهذا الشيء ما عجبش اسبانيا ودخلت في صراع معهم، قالت لهم حتى انا غادي نتعامل معكم يعني بالمثل اللي كيدخل من الطليان لاسبانيا. اذا كاين واحد الازمه بيناتهم على اثر الاحداث ديال سبته ومليليه. دابا ناض هذا المسؤول الايطالي قال لهم باش يستفز المغرب، وقال اسبانيا بدل ما توجهي يعني الكلام ديالك لينا وتحاولي تعاندي معنا وتردي علينا، يعني انك تفتشي القادمين من ايطاليا الى اسبانيا، روحي فكي حريرتك مع المغرب. يعني بغى يقول لها ان المشكل ديالك مشكلك مع المغرب. وهنايا استفزاز صريح من ايطاليا لكل من المغرب واسبانيا، وبالخصوص للمغرب، لان هنا كيلصق التهمه ديال الاحداث ديال سبته ومليليه على المغرب يعني بوحده، ان ايطاليا ان اسبانيا ما عندها حتى شي دخل. وهنايا هذا الامر كيبين واحد الحاجه، ان كما نقولوا الشتا راه مقربه، الغاز ديال الجزائر غير عطيهم اللي بغاو وقول لهم داكشي اللي بغاو، غادي يحلوا لك الروبيني فابور. اذا كل من ايطاليا والجزائر كيتصارعوا على الغاز ديال الكابرانات. ومادام ان الغاز ديال الكابرانات يكفي انك تضرب في المغرب وانك تتهم المغرب وانك توجه الاعلام ديالك ضد المغرب، راهم يحلوا لك داكشي وخذوه بارخص ثمن اذا ما قلنا باطل. وبالتالي الاتفاقيه اللي كانت ما بين ايطاليا والجزائر فهي ساريه المفعول على الغاز. ودابا اسبانيا راها كدير نفس الدور باش حتى هي تحصل على الحصه ديالها من الغاز الجزائري. فهمتوا علاش كنوجهوا دائما اصبع الاتهام بالنسبه للجزائر، لان عندها يد كبير بزاف في هذه الازمه اللي واقعه حاليا بين المغرب واسبانيا. وما عليكم غير تشوفوا الفيديوهات، ما عليكم غير تشوفوا التحقيقات اللي كتقول ان الارقام ديال الريزو سوسيو اللي جمعات هاد الناس باش يمشيو يديروا عاوتاني هاد الهجمه الثانيه جايه من الجزائر. فهمتوا الاخوان؟ هاد نظام الكبرانات ما غاديش يتقاضى، لان سخر حياته وعمره كامل ضد المغرب 50 سنه. اذا ما تظنوش ان فرمشه العين غادي يقدر يسكت، وانما دائما مستغل الاموال ديال الغاز والبترول ضد المغرب، وغادي يستغلها مادام انه قادر يستغلها في بعض النقاط كدول محتاجه للغاز. المهم اخوتي، قولوا لي الراي ديالكم في التعليق، وما تنساوناش دائما لايك، تعليق، بارطاج، وشاركونا القناه، وشكرا لكم.